المدافع الدولي المغربي أشرف داري صاحب ال 25 عام لاعب الوداد السابق وبريست الفرنسي الحالي، والصفقة المحتملة للنادي الأهلي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي. أشرف داري مدافع بيمتلك إمكانيات بدنية رائعة، مميز جدا في افتكاك الكرة من غير أخطاء، ذكي جدا في تدخلاته، بيقدر يتمركز صح، يقف صح، يخلص الكرة من غير أخطاء بتاكلينج رائع. أشرف داري من أفضل مدافعين أفريقيا الفترة الحالية كإمكانيات. مميز في ضربات الرأس وليه جوال حاسمة زي محمد عبد المنعم، وبيقطع على القريبة كتير بنفس طريقة عبد المنعم، بيطلع بالكرة بشكل كويس ولكن مش بنفس كفاءة محمد عبد المنعم في الحتة دي. عبد المنعم بيتفوق عليه بكتير قوي، وعنده سنة بطء شوية، لو بيجري مع مهاجم سريع هيتعبه، ولكن بيعوض ده بتمركز صحيح وتركيزه طوال 90 دقيقة والجرينتا بتاعته. ومن عيوب أشرف داري برضه إنه حاليا ما بيلعبش بشكل أساسي خالص في فريقه، أول ما راح طلع إعارة في بلجيكا ورجع تاني وما لعبش برضه، وده عيب ان رجله مش في الملعب، وميزه لانه هيسهل الصفقه على الاهلي بشكل كبير، خاصه بعد عدم اقتناع المدير الفني بيه. اشرف كمال لعيب لعب في افريقيا كتير، عارف ملعبها، عارف اجواءها، مش لسه لعيب جايبه من بره او لعيب ما يعرفش اجواء افريقيا عامله ازاي، لا ده لعيب لعب في افريقيا، لعب في الوداد، خلاص واخد على الاجواء الافريقيه والملاعب الافريقيه، غير انه كمان مدافع دولي مغربي، ومنتخب المغرب زي ما كلنا عارفين من اقوى المنتخبات العالميه دلوقتي، مش العربيه بس، بعد كأس العالم الأخيرة وكمان الأولمبياد. وآخر ماتش لعبه بشكل أساسي كان يوم 14/4 مع الفريق البلجيكي أمام كورتي، وخد تقييم 8.3 وعمل 59 تمريرة منهم 50 بشكل صحيح، وعمل 18 تمريرة طويلة منهم 11 بشكل صحيح، كسب 6 التحامات هوائية من أصل 8، وعمل تدخلات ناجحة بدقة 100%، وسجل هدف فوز لفريقه، ولعب بعدها ماتش تاني ولكن شارك في 22 دقيقة بس وسجل هدف أيضا، وتم تبديله بسبب الإصابة، وده كان بتاريخ 4/5، ثم عاد تاني الفريق الفرنسي من بداية الموسم ولكنه جالس على دكة الاحتياط. ودي هتبقى من أهم صفقات الأهلي الفترة دي، صفقة أشرف داري، بسبب ما يمتلكه اللاعب من خبرات وإمكانيات فنية مش موجودة في أفريقيا إلا في المدافع ده بس تقريبا، وكمان في مدافع مصري استنوا عنه فيديو قريب جدا. وآخر أخبار الصفقة دلوقتي إن خلاص اللاعب مش ممانع، الفريق الفرنسي مش ممانع، ولكن في عقبة وحيدة بس اللي موقفة الصفقة والمخلية الأهلي معلنش على الصفقة لحد دلوقتي، وهو إن النادي الفرنسي مستني يجيب بديل لأشرف، مستني بديل الأول يجيبه لأشرف وبعد كده يسيب أشرف يرحل عن النادي. هي دي الحاجة الوحيدة اللي موقفة الصفقة لحد دلوقتي، فندعي كلنا مع بعض إن شاء الله يلاقوا البديل ده في أقرب فرصة وأقرب وقت، عشان نقدر النادي الأهلي يخلص في الصفقة ونشوف أشرف داري بتشيرت النادي الأهلي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكومنت على الفيديو تقولي رأيك في اللاعب وفي الصفقة. بس كده، سلام.